على كلمة اليوم ثم نعود، ابقوا معنا. فقرة جديدة. أهلا بكم أصدقائي في فقرة كلمات. بما أنني حصلت على درجات عالية في امتحاناتي الدراسية، قررت أن أشتري حاسوب جديد. انتظر حتى نحصل على الراتب. يبدو أن الحاسوب غالي الثمن. حسنا، قررت أن أشتري هاتف نقال جديد. انتظر حتى نحصل على الراتب. أيضا حسنا. إذا أصدقائي، راتب كلمة اليوم. هيا بنا نسأل. هاي مرحبا علي. مرحبا صديقي. أهلا. هل تعرف معنى كلمة راتب؟ نعم، هو المال الذي يتقاضاه العامل من خلال عمله. ما أصل هذه الكلمة؟ معناها تأتي من رتبة. وأنت هل تعرف معنى كلمة راتب؟ نعم. ما معنى هذه الكلمة؟ هو مقدار معين من المال يأخذه الشخص نهاية عمله. هل كلمة راتب تطلق فقط على النقود التي يأخذها الشخص مقابل العمل؟ لا. على ماذا تطلق أيضا؟ على الحسنات كالعمل التطوعي. نعم. وأنت هل تعرف معنى كلمة راتب؟ نعم. ما معنى هذه الكلمة؟ المال الذي يتقاضاه الشخص من عمله. ما أصل هذه الكلمة؟ رتبة. وأنت صديقي، هل تعتقد أن الراتب يؤخذ فقط مال؟ لا، بل ممكن أن يكون بالحسنات في العمل التطوعي. شكرا لك. شكرا. مرحبا. أهلا. هل تعرف أصل كلمة راتب؟ نعم، وهي تعني المال الذي يؤخذ إما يوميا أو أسبوعيا أو شهريا حسب الوظيفة التي يعمل بها الشخص. أنت قلت معنى كلمة راتب. نعم. إذا حتى نتعرف أكثر على أصل كلمة راتب، ننتقل إلى النجم عنبر وهو سيخبرنا.